أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب. تعالوا نحضر مع بعض الماربل كيك بطريقة سهلة ولا ألذ. نحتاج ل3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. رح نضيف عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا وكوب من السكر، ورح نخفقهم على درجة أول شي خفيفة وبعدين رح نقوي. بس يصير معنا بهذا الشكل أو يفتح اللون معنا بهي الطريقة، رح نضيف كوب من الحليب، ورح أضيف 75 جرام من الزبدة الدايبة ولكن بدرجة حرارة الغرفة، ورح أضيف كوبين من الطحين ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هلأ هون رح أضيف معلقتين من الكاكاو، ورح أقسم الخليط. رح أخذ نص الخليط تقريبا، نص الخليط رح أخليه فانيليا، ونص الخليط بالشوكولا. رح أضيف مع الشوكولا حوالي 4 معالق من الحليب، وبدي أحركهم بهذا الشكل. وهلأ جبت معي قالب الإنجليش كيك، رح أضيف نص كمية الفانيليا، رح أضيف كمية الكاكاو كاملة، وبدي أرجع كمل كمية الفانيليا. وهلأ بعود خشبي رح أرسم عليه أو بطرق عشوائية رح أعمل هاي الحركات. رح فوته على درجة حرارة 180 فرن محمى مسبقا. وهلأ هيك صار معي جاهز، صار في عندي حرق بسيط بس ما في أي مشكلة. وأنا هلأ هون حضرت الشوكولا ورح أضيفها عليه. الحرق فيني أتخلص منه وما رح يبين على الطعمة، ولكن كانت طعمته خرافية عن جد. لا تنسوا تشاركوني آرائكم وتعليقاتكم. هيك بنكون وصلنا لنهاية الوصفة. تضلوا بخير ومع السلامة.